صلى على النبي اخواتي، وتعالوا نعمل بالخبز السوري الجامد ده اكله ولا اروع. طبعا العيش السوري ممكن نعمله في البيت، وان شاء الله الفتره الجايه هنعمل لكم طريقه العيش السوري. اهم حاجه في الوصفه الفلفل الالوان والبصل وقرن فلفل حامي. بصلايه، فلفل الوان، وقرن فلفل حامي، نضربهم ضربه كويسه بس ما ننعمهمش. ننزل ميته خالص خالص. بعد ما صفينا الميه تماما من البصل والفلفل هنحط عليه اللحمه. ربع كيلو من اللحمه الحمراء، ملح، فلفل اسمر، سن توم باودر، وهي دي البهارات المطلوبه بالنسبه للحمه المفرومه او خلطه اللحمه المفرومه اللي احنا بنعملها. ودي اللحمه بتاعتنا بعد ما اتسمغت ما فيهاش نقطه ميه. اهم حاجه في الوصفه ان يكون عندي شويه صلصه زي كده، اللي هو ايه؟ طماطميه مسلوقه مضروبه في الكبه عليها ملح وفلفل فقط. نجيب العيش السوري بتاعنا كده ونفرده فرده حلوه، نتنيه من كل الجوانب بالشكل ده. هتنيه من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ونبتدي نحط الصلصه بتاعتنا، نديها فرشه عشان نوزعها. ودي اللحمه بتاعتنا هنبتدي نوزعها جوه العيش، نفردها كده بشكل طولي ونبتدي نقفل عليها العيش كده كده كده. بعد ما لفينا الرول هنبتدي نقطعه لقطع متساويه بالشكل ده. هيبقى معايا بالشكل ده، وفي صينيه معاها حته زبده او سمنه هنبتدي ندهنها كويس بالشكل ده عشان ما تلزقش معايا في الصينيه، ولو صينيه بايركس يبقى احسن. نبتدي نرص الكميه بتاعتي، ندهنها برضو من فوق بالشكل ده، كل قطعه كده ندهنها بالشكل ده، وكمان نديله صلصه من فوق عشان نعلي التست بعد السمنه. الصلصه بتقرمش الوش وكمان بتدي تحميره حلوه قوي. وفي الفرن على درجه حراره 160 لمده تلت ساعه مع المتابعه، واتفرج على الجمال. بص بقى الجمال بعد ما طلع من الفرن، ولا تقول لي جلاش ولا تقول لي رقاق، الوصفه دي في حته تانية. بص الصلصه بتاعتي عملت ايه من فوق، بص الجمال. جامده جامده. بص الكلام عامل ازاي، جاتوه يا ناس، جاتوه. اسمع بقى السيمفونيه بتاعت القرمشه. يا عيني على القرمشه، مقرمش من فوق وطري من جوه، انسى. يلا اخواتي مستنيين ايه؟ جربوا الوصفه دي، ولا هتاكلوا جلاش ولا رقاق. بس اهم حاجه تصلوا على النبي في الكومنتات وتدوسوا لايك. انجو عليك اختي، ما تدوسوا لايك اختي بقى.